هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. النهارده هوريكم ازاي تنضفوا الفرش بتاعتكم وتعقموها وترجع معاكم اكنها جديده بالظبط. زي ما انتم شايفين الفرش كلها اللي فيها شادو واللي فيها فاونديشن واللي فيها باودر. انا هوريكم ازاي تعقموها وتنضفوها كويس وترجعوها زي ما هي بطريقه سهله. يلا بينا نبدا الفيديو. حاجة، انا معايا هنا بولتين فيهم مية، واحدة فيها مية نظيفة، واحدة هحط فيها شاور. ومعايا كحول ومعايا صابونة. اول حاجة هعملها ان انا هحط الشاور او شامبو في طبق لوحده، وهسيب المية نظيفة زي ما هي. هقلبها كويس، وبعد كده هجيب الفرش بتاعتي كلها وهحطها في المية. هحط الفرش كلها في المية وهسيبها في المية لمدة 10 دقايق بالظبط. المية المهم بس المية تكون دافية، مش سخنة قوي عشان ما تقشرلكيش الفرشة، عشان انا عملتها قبل كده وقشرت لي الفرش. حطيتها في مية سخنة قوي، فاهم حاجة المية تكون دافية تماما. سيبيها 10 دقايق في المية بالشاور. وهعملها، هاخد الصابونة وهاخد الفرشة وهمشي الفرشة جامد على الصابونة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هاخد الفرشة وبايدي اطلع كل الصابون اللي فيها وكل الميك اب اللي فيها. بعد كده اخد الفرشة وانزلها في المية النظيفة، وارجع اطلعها اعصرها بايدي، وارجع انزلها تاني في المية النظيفة عشان اتأكد ان هي شالت كل الميك اب اللي فيها وكل الصابون. هجيب حتة نظيفة واحطها عليها، ارجع اكرر العملية. زي ما انتوا شايفين كده، كل ما امشي الفرشة على الصابونة تطلع كل اللي فيها. شايفين كل الفاونديشن اللي في الفرشة طلع. انزلها في المية النظيفة وارجع اطلعها اعصرها بايدي، وارجع انزلها تاني لحد ما اتاكد ان هي شارك كل الصابون وكل الفاونديشن او اي ميك اب فيها. هكرر العملية في الفرش، بقية الفرش زي ما انتوا شايفين. كل الفرش بعد ما انا غسلتها كلها هنشفهم بأي حتة عندي او اي فوطة. وبعد ما انشفهم كويس هجيب الكحول اعقمهم كويس بالكحول وهسيبهم ينشفوا. بعد ما ينشفوا هنرجع. يلا نشوف الخطوة التانية هعمل ايه. عندي هنا بيوتي بلندر، شايفين كلهم فاونديشن، كلهم باودر وكده. اوريكم ازاي تغسلوهم وتعقموهم. احطهم في طبق واحط عليهم صابون سائل عادي. بعد كده احط عليهم كوبايتين ميه. اول كوبايه هنزل البيوتي بلندر فيها جامد تشرب كل الميه، وارجع احط كوبايه تانية وهدخلهم الميكرويف على دقيقتين. احطهم دقيقتين في الميكرويف، وبعد دقيقتين بعد ما طلعوا هسيبهم 10 دقايق عشان سخنين يبردوا. وبعد ما سبتها 10 دقايق هجيب الصابونة وهقعد امشي عليها البيوتي بلندر كده زي ما انتوا شايفين، وادوس عليها بعد كده بايدي. وبعد كده هفتح مية دافية وهنزلها، واقعد ادوس بايدي جامد عشان اطلع اي فاونديشن فيها او اي صابون فيها. طبعا مش كلنا عندنا مايكرويف، فلو انتي ما عندكيش مايكرويف تقدري تستغني عن خطوة الميكرويف تحطي بيوتي بلندر كلهم في مية سخنة وتسيبيها 10 دقايق. ده شكل البيوتي بلندر بتاعتي بعد ما انا غسلتها كلها. رجعت نضيفة كلها اكنها لسه جايباها. هعقمها بالكحول وهسيبها تنشف.
ودي اهي بعد ما نشفت، ودي فرش كمان بتاعتي بعد ما نشفت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك. حاجة ما تنسوش تهتموا بنظافة فراشكم عشان ما تعملكوش حبوب في بشرتكم. كده الفيديو يكون خلص. سلام.